السلام عليكم طلاب جريد 7. النهارده إن شاء الله هنكمل حل الكوميوليتيف تيستس، واللي عليه الدور النهارده هو كوميوليتيف تيست 3، واللي هو تحت عنوان Square Root and Cube Root on Lesson 3 Unit 1. والسؤال الأول يا شباب choose the correct answer. بيقول لي if 35 times 10 power negative 5 equals y times 10 power negative 4, then what is the value of y؟ أول حاجة لازم نشوف النمبر الأولاني هنا، هل النمبر ده في الستاندرد فورم للساينتفك نوتيشن؟ الإجابة لأ. طيب محتاجين نحول النمبر ده للستاندرد فورم. فين الديسمال بوينت؟ الديسمال بوينت مش مكتوبة، معنى كده إن هي موجودة بعد الونس هنا، يعني بعد الفايف. محتاجين نرجعها لمكانها الأصلي اللي هو ما بين الثري والفايف، يبقى هنتحرك للليفت 1 digit. وتعالوا نفتكر كده، لما كنا بنتحرك للليفت كان الباور بيكون بالبوزيتيف، ولو حركنا الديسمال بوينت للرايت الباور بيكون بالنيجاتيف. تمام؟ طيب احنا هنا اتحركنا للليفت، يبقى المفروض الباور هيكون بالبوزيتيف، او هنزود على الباور عدد الخطوات او الستبس اللي احنا اتحركنا للليفت ستيب واحدة بس، يبقى هنزود على الباور بلس 1. تمام؟ فبقت كده 3.5 الشكل الجديد 3.5 times 10 باور نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 5 بلس 1 اللي هي نيجاتيف 4. ايه الميسنج نمبر عندي؟ هو بيسأل عن الواي، يبقى الواي هي 3.5 لأن دي 10 باور نيجاتيف 4 والنمبر بتاعنا برضو 10 باور نيجاتيف 4، يبقى الإجابة 3.5. تمام؟ السؤال الثاني بيقول لي if cube root x equals 4 then what is the value of x؟ احنا عايزين نجيب ال value of x من غير الكيوب روت ده، يعني احنا عايزين نتخلص من الكيوب روت. طريقة بسيطة، لو انا عندي كيوب روت وعايز اتخلص منه هعمله باور 3. ليه؟ علشان الباور 3 هيتكنسل مع الكيوب روت، يبقى خلاص ما عادش بقى لنا غير الاكس اللي تحت الكيوب روت ده بس. تاني السؤال من اول وجديد، انا عندي كيوب روت للاكس بي ايكوالز 4، وانا عايز اجيب الفاليو للاكس بس، مش عايز الكيوب روت اللي عليها من فوق. يبقى الحل ان احنا نخلي الترم اللي على الليفت والترم اللي على الرايت كلهم باور 3. تمام؟ يعني زي ما عملت هنا باور 3 على الليفت لازما على الرايت هي كمان برضو باور ايه؟ باور 3. طب انا عملت باور 3 ليه؟ علشان اكنسل الكيوب روت مع الباور 3، ما عادش باقي لي غير الاكس اللي تحت الكيوب روت بس. وهنا ال4 ستيل باور 3. ايه ال4 باور 3 اللي هي بتيكوالز ايه؟ 4 times 4 times 4 which equals 64. يبقى الانسر letter ايه؟ letter D. سهلة؟ السؤال الثالث هنا بيساوي لي كيوب روت مع سكوير روت، وفي السؤال ده يا شباب بحب اقسم المسألة كده نصين. النص الأول هنحل فيه الكيوب روت اللي هو كيوب روت x باور 12 لوحدها، والنص التاني نشوف ايه اللي ايكوالز السكوير روت ده. طيب تعال نبدأ تاني يلا، يبقى كأننا قسمنا الصفحة نصين. هنبدأ حل الكيوب روت للx باور 12. في قاعدة عندنا بتقول إن لو أنا عندي سكوير روت وموجود فوقيه هنا كده مثلا a والإكس اللي جوه هنا مثلا باور b، كل اللي علينا عشان نكنسل السكوير روت ده أو الروت اللي موجود هنا ده إن الإكس باور b زي ما هي، ولكن ال a ده هي يا شباب بتبقى تنزل تحت ال b بالديفايد، يبقى كأننا عملنا الباور اللي على الإكس divided by الباور اللي على الروت. تاني بص يا شباب، سكوير روت 5 او سوري الروت الفيفث روت للاكس باور 2 مثلا هياها الاكس باور 2، بس ال 2 دي معمول لها divided by ايه؟ divided by 5. تمام؟ نفس الكلام هنا، الكيوب روت للاكس باور 12 هياها الاكس باور 12 بس معمول لها divided by ايوه divided by 3، يبقى كأنها x باور 12 divided by 3 اللي هي x باور 4.
تمام؟ يبقى المفروض كل الترم اللي على الليفت ده مكانه x باور 4. يبقى الترم اللي على الرايت هو كمان لازما الإجابة بتاعته equals هي كمان x باور 4. يبقى ايه الرقم او الاكسبريشن اللي هيتحط تحت السكوير روت يدينا x باور 4؟ نجرب التشويسز. لو حطينا هنا x باور 4 يا شباب، x باور 4 السكوير روت بتاعها هيدينا x باور 4؟ إجابة خاطئة. طيب أو جربنا الإكس باور 9، السكوير روت للإكس باور 9 يدينا إكس باور 4؟ إجابة خاطئة. طب سكوير روت للإكس باور 8؟ السكوير روت للإكس باور 8 هياها الإكس باور 4. إيه السبب يا شباب؟ هقولها لكم بالطريقة الأولى تاني، هي أسهل من الطريقة الأولى إن إحنا نقول إن دي كانت إكس باور 4 تايمز إكس باور 4 ألا وهي الإكس باور 8، فالسكوير روت ليها بيدينا إكس واحدة بس. ولكن علشان نتفق على الطريقة الأولى اللي قلناها في أول السؤال هنا، ممكن نقول إن السكوير روت بيبقى عليه 2 هنا صغيرة بس ما بتنكتبش، بنكنسلها ما بنكتبهاش للإكس باور 8. طيب الإكس باور 8 هتتساب زي ما هي، وال2 اللي كانت على السكوير روت بتنزل تحت ال8 كده، فكأنها x باور 8 over 2 which equals x باور كام؟ x باور 4. أيا يكن ده بس مجرد شرح للفهم، ولكن أنا عايزكم إنكم تحلوها بالطريقة السهلة. إيه الطريقة السهلة؟ اللي هي سكوير روت حاجة unknown، حاجة ما احناش عارفينها، يدينا x باور 4. يبقى أكيد الإكس باور 8، لأن الإكس باور 8 عبارة عن 2 إكس باور 4 مضروبين في بعض. تمام؟ يبقى الإجابة هتكون إكس باور 8. السؤال الرابع بيقول لي عندي كيوب، الفوليوم بتاعت الكيوب ده equals 8 cubic centimeters. تمام؟ يعني هو مدينا الفوليوم للكيوب equals 8 سنتيمترز كيوب أو كيوبك سنتيمتر. تمام؟ أكيد هيسأل عن الإيدج. فعلا بيقول لي هنا اهوت then what is the length of its edge. كان في قانون معروف من جريد 6 وقبل كده كمان إن الفوليوم equals length by width by height. ده في حالة لو كان كيوبويد. أما لو كان الشكل عندي كيوب وليس كيوبويد كنا بنقول الإيدج تايمز الإيدج تايمز الإيدج، لأن كل السايدز كانت equal، فبالتالي بنقول إن الفوليوم عبارة عن الإيدج repeated 3 times يعني الإيدج باور 3. طب أنا عايز أرجع بقى أجيب الإيدج. أجيب الإيدج إزاي؟ أكيد هنعمل كيوب روت للفوليوم. تمام؟ يبقى ممكن نستنتج القانون ده إن أنا لو عايز الإيدج هعمل كيوب روت للإيه؟ للفوليوم. طيب كيوب روت الفوليوم اللي هو كان بكام؟ كان ب 8، وكيوب روت ال 8 بكام؟ ب 2 سنتيمترز. يبقى الإجابة هتكون letter B. تمام؟ يبقى نستنتج القانون ده ونحفظه يا شباب. السؤال الخامس بيقول لي half of the number 2 power 10 is. هنترجم ترجمة حرفية زي ما اتفقنا. كلمة half هتنزل 1 over 2. كلمة of معناها times. the number 2 power 10 هنكتب ال 2 power 10 equals 2 power 10 times ال 1 which equals 2 power 10. و 2 باور 10 دي كأن تحتها 1 وما بنكتبهوش، فال 2 times ال 1 which equals 2، يعني كأنها 2 باور 10 over 2 باور 1، وطبعا ال 1 مش بينكتب. طيب since ان البيس equals البيس، يبقى هنكتب البيس مرة واحدة بس ونعمل الباورز ايه؟ مش دي division، يبقى هنعمل الباورز minus كأنها 10 minus 1 which equals 2 power 9. موجودة فين؟ هنلاقيها letter D. سهلة. السؤال الثاني بيقول لي find the solution set for each of the following equations in Z. خدتوا بالكم in Z اللي هي الايه؟ الset of integers. ايه هي الانتجرز؟ اللي هي الارقام اللي بالبوزيتيف زي 1 و2 و3 and so on، والهول نمبرز اللي بالنيجاتيف شبه النيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 and so on والزيرو. دي كده بنقول عليها الset of integers. تمام؟ طيب عايزين نجيب
السوليوشن سيت للايكويشن دي في الانتجرز اللي هي الزي. تمام. ازاي؟ كل اللي علينا ان احنا نحل بس الايكويشن ونشوف السوليوشن سيت. لو موجود في الزي هنكتبه بين البريسز كده، مش موجود في الزي خلاص يبقى السوليوشن سيت ب5. تعال نبدأ بالنيجاتيف 1 ده، نوديه الناحية التانية بعكس الساين، هيبقى كأنه 2x باور 2 b equals 49. النيجاتيف 1 يروح الناحية التانية بوزيتيف 1، يبقى ال 2x باور 2 b equals 49 plus 1 which equals 50. عايزين نتخلص من ال 2، نتخلص من ال 2 ازاي؟ مش هي كأنها تايمز للx باور 2؟ خلاص تعالي يا 2 روحي الناحية التانية بعكس الاوبريشن بتاعتك، يبقى ال x باور 2 equals 50 divided by 2. او ايه النمبر اللي عملنا له تايمز 2 يدينا 50؟ هتبقى جايه منتل سهله جدا، الا وهي ال x باور 2 equals 50 over 2 which equals 25. طيب لسه ما خلصناش، عايزين نجيب بقى الفاليو بتاعه الاكس. فبالتالي عشان نجيب الفاليو بتاعه الاكس محتاجين ناخد السكوير روت للطرفين، للطرف ده وللطرف ده by taking the square root for both terms. طيب قال لك يا شباب هنا بقى حاجة مهمة جدا وكل الناس بتغلط فيها، ان لما باجي اخد السكوير روت للتو terms او للطرفين وواحد منهم x باور 2 او اي variable او unknown power 2، خدوا بالكم باور 2 لازم بنحط بوزيتيف اور نيجاتيف. تاني، لما يبقى في عندي x باور 2 وباجي اخد سكوير روت اوعى تنسى تحط بوزيتيف اور ايه اور نيجاتيف. طب لو كان x باور 3 لا عادي، x باور 4 او اي حاجه تانية even بتبقى بوزيتيف اور نيجاتيف. تاني يبقى ال x باور 2 هت equals positive or negative root ال 25. كأني أخدت السكوير روت للإكس باور 2 هنا بقت إكس، والسكوير روت لل 25 أحط قدامها ضروري بوزيتيف أور نيجاتيف. تمام؟ فبقت الإكس بتيكوالز سيب البوزيتيف أور نيجاتيف زي ما هي، وروت ال 25 معروف اللي هو 5. إحنا كده خلصنا؟ لا، نتأكد الأول هل البوزيتيف اور نيجاتيف 5 موجودة في الزي؟ موجودة في الزي، لأن البوزيتيف 5 لو كملنا ناحية الرايت هتقابلنا، والنيجاتيف 5 لو كملنا النمبرز ناحية الليفت برضه هتقابلنا. فبالتالي احنا كده اتأكدنا إن السوليوشن موجود عندي في الزي، فعلا موجود في الانتجرز. خلاص يبقى لازم نكتب السوليوشن set. يبقى therefore the solution set B equals ايه بقى؟ ال5 اللي في البوزيتيف وال5 اللي في النيجاتيف، او ممكن نكتبها بالشكل التاني positive or negative 5، ويبقى كده كتبنا الفاينل انسر اللي هو عايزه. تمام؟ اللي هيقف لحد هنا يا شباب positive or negative 5 وما يكتبش the solution set هيكون اجابته ناقصه، لان هو قال انا عايز السوليوشن set، فلازم نكتب في الاخر كده the solution set محدش ينساه. وطبعا ما تنسوش البوزيتيف or negative 5 لما يبقى في عندي x باور 2. تمام. السؤال الثاني بيقول لي find the solution set for each of the following equations in Z. نفس الكلام. تعالوا نودي ال 3 ده الناحية التانية بعكس الساين، لأن هنا في باور 3 والباور 3 لو عملنا لها كيوب روت دلوقتي هيبقى الموضوع صعب. تعالوا نمشي ستيب باي ستيب كده، هنودي ال 3 الناحية التانية بالنيجاتيف، فهتبقى ال x minus 2 all to the power 3 equals negative 61. البلس 3 راحت الناحية التانية نيجاتيف 3، يبقى ال x minus 2 all to the power 3 which equals خسران 61 وخسرت تاني 3 يعني still خسران 64. تمام. طيب أنا عايز أتخلص من الباور 3 ده، في باور 3 موجود هنا أهو، أنا عايز أتخلص منه. خلاص ممكن ناخد الروت اللي شبهه. ايه الروت اللي شبهه؟ الكيوب روت. يبقى خلاص هاخد الكيوب روت للطرفين، للطرف الاولاني كله والطرف التاني كله. لما اخد الكيوب روت للفيرست تيرم او الليفت هاند سايد كأن الكيوب روت هيتكنسل مع الباور 3، ما عادش باقي لي غير x minus 2. حلو.
ولما اجي اخد الكيوب روت للطرف اللي على الرايت اللي هو الرايت هاند سايد هنا النيجاتيف 64 هيطلع على الكالكوليتر ممكن نحسبها هتطلع بنيجاتيف 4. تمام. طيب تعالوا بقى نعدي النيجاتيف 2 دي الناحية التانية، بدل ما هي بالنيجاتيف هتعدي الناحية التانية بالايه؟ بالبوزيتيف. فهتبقى الاكس بت equals نيجاتيف 4 بدل ما هي كانت نيجاتيف 2 تعدي بوزيتيف 2. يبقى الاكس بت equals نيجاتيف 4 بلس 2 الا وهي نيجاتيف 2. ما خلصناش لسه، احنا جبنا الفاليو بتاعة الاكس ولكن هو بيسألني عن ايه يا شباب؟ بيسألني عن السوليوشن سيت في الزي. نتأكد الأول يا نيجاتيف 2 انت موجودة في الزي ولا لا؟ اه ده هول نمبر موجود في الزي. طيب يبقى خلاص نكتب السوليوشن سيت. يبقى therefore the solution set be equals the set of negative a negative 2. سهلة. السؤال الثالث بيقول لي هنا simplify to its simplest form. أي حاجة يا شباب باور 0 بلغيها واكتب مكانها إيه؟ 1. طيب هنا الباور اللي على النيجاتيف 2 over 5 ده باور even، وإحنا عارفين إن الباور even بيعمل إيه؟ أيوه بيكنسل الساين النيجاتيف، فكأن هنا ما عادش فيه نيجاتيف خلاص، يعني كأنها 2 over 5 all to the power 2. الباور الإيفن كنسل النيجاتيف. طيب تعال نروح للترم الثالث أو الجزء الثالث هنا. السكوير روت ده ميكسد نمبر، يبقى انا ممكن احول الميكسد نمبر لامبروبر فراكشن بالرول بتاعت ماد. الرول بتاعت ايه؟ ماد multiply add denominator as it is. تاني multiply اللي هي ال 4 times 6، بعد كده add الناتج اللي يطلع من 4 times 6 نعمل له adding مع ال 1 ونسيب الدينومينيتور زي ما هو. يبقى الفراكشن بتاعنا اهو multiply يلا 6 times 4 24 plus 1 which equals 25 والدينومينيتور زي ما هو اللي هو ايه؟ اللي هو 4 ما نجيش يمه. تمام؟ تعالوا نكمل. ال 1 زي ما هو. ال 2 over 5 all to the power 2 هتبقى بكام يا شباب؟ 2 باور 2 وال 5 باور 2. ال 2 باور 2 اللي هي ب 4 وال 5 باور 2 اللي هي ب 25. يعني كأننا وزعنا الباور 2 على النيوميريتور وعلى الدينومينيتور. طيب ناخد السكوير روت يلا لل 25 over 4. سكوير روت ال 25 ألا وهي ال 5 وسكوير روت ال 4 اللي هي ب 2. ولو عايز تتأكد ممكن تستخدم الكالكوليتر برضو مفيش مشكلة. طيب عايزين نعمل سمبليفاي أو ممكن نحلها برضو كلها على الكالكوليتر، ولكن لازما في الأسئلة المقالية يعني نمشي بالخطوات أفضل. تمام؟ طيب ممكن أنا أعمل لها سمبليفاي mentally كده. 2 divided 2 ب 1 4 divided 2 2 25 و 5 نعمل لهم simplify برضو. 5 divided 5 ب 1 و 25 divided 5 ب 5. تطلع معايا الانسر 1 times 2 times 1 اللي هي ب 2 5 times 1 اللي هي ب 5. يبقى الانسر 2 over 5. هل قال لي هات السوليوشن سيت ولا حاجه؟ لا، هو بيقول لي simplify. خلاص دي كده السمبلست فورم للايه؟ للسؤال اللي كان مديهولي. تمام. السؤال الرابع بيقول لي بقى هنا find the result of each of the following in scientific notation. هنا بيقول لي أنا عايز الأنسر على الستاندرد فورم للساينتفك نوتيشن. طيب لازما الأول نخلي الأرقام بتاعتي الهولز من 1 لإيه؟ من 1 ل 9. ده في المسائل العادية، ولكن المسألة هنا يعني مستوى صعوبتها يعني أصعب شوية من المسائل العادية، ولكن إحنا إن شاء الله هنحلها بطريقة سهلة جدا. ألا وهي هعمل فراكشن واحد بس. كل اللي قبل علامة الديفايد ده كأنه ترم، وكل اللي بعد علامة الديفايد ده كأنه term، وبينهم division يعني ايه؟ كأن ال A divided by B اللي ممكن نكتبها في شكل ال A over B. فاكرين؟ طيب ازاي نكتبها تحت هنا تاني؟ يعني كأن 2.4 times 10 power 8 معمول لكل ده divided by 2 times 10 power negative 3. بعد كده ممكن ناخد ال 2.4
نعملها divided by 2 لوحدها، وال 10 باور 8 divided by 10 باور نيجاتيف 3 لوحدها، وبينهم علامة الايه؟ التايمز. وخدوا بالكم يا شباب الموضوع ده بيتم في التايمز بس، لو كانت الساين اللي موجودة هنا بلس مش هينفع نقسم اللي انا عملته دلوقتي ده بالشكل اللي هعمله حالا. تمام؟ يعني بتنفع في المسائل اللي بالشكل نمبر 1 ده بس. طيب نكتبها ازاي؟ ال 2.4 كأنها divided by 2 times ال 10 باور 8 كأنها divided by 10 باور نيجاتيف 3. احسبوا لي دي كده على الكالكوليتر، او 2 divided 2 اللي هي ب 1 وال 4 divided 2 اللي هي ب 2 يعني كأنها 1.2. تمام؟ times احسبوا لي دي برضو كده، مش البيس هو البيس، يبقى هكتب البيس مرة واحدة بس واعمل subtracting للباورز، ال 8 minus النيجاتيف 3، او بالطريقة السهلة اللي احنا عارفينها نغير الساين بتاعة النيجاتيف 3 ونكتبها على طول بوزيتيف 3. هنلاقي ان الفاينل ريزلت بتاعنا هيكون 1.2 times 10 باور كام؟ 10 باور 8 plus 3 which equals 11. وفعلا دي هي الستاندرد فورم للساينتفك نوتيشن، لان الهول نمبر هنا عبارة عن ديجيت من 1 ل 9. سهلة. السؤال التاني بيعتبر يعني مستوى صعوبته أعلى شوية من السؤال اللي قبله. ليه؟ لأن في السؤال ده إحنا محتاجين نخلي ال 10 باور 13 وال 10 باور 12 يكونوا زي بعض علشان آخد واحد منهم common factor، وحلينا زيه بالظبط بس كان بالبلس في cumulative test 2. تمام؟ طيب يلا بنبدأ نحل كده بسم الله. اتفقنا يا شباب زي ما شفنا في الكوميوليتيف تيست 2 سؤال زيه بالبلس، قلنا ان احنا ال 10 باور 13 عايز اخليها تبقى شبه ال 10 باور 12. ازاي؟ كده كده معروف ان ال 10 باور 13 عبارة عن 10 باور 1 تايمز 10 باور 12. لو جينا نعمل لهم تايمز هيرجعوا تاني 10 باور 13. هناخد ال 10 ده نعملها تايمز 7.2، فال 7.2 دلوقتي بقت 72 times 10 باور 12. تاني ال 10 باور 13 أخدنا منها تناية واحدة بس عملناها times 7.2 فبقت 72، ويتبقى لنا ال 10 باور 12. طيب ال 10 باور 12 دلوقتي بقت شبه ال 10 باور 12 اللي هناك صح؟ حلو جدا، يبقى minus 3.4 times 10 باور 12. ونلاحظ فعلا ان الايه؟ ان ال 10 باور 12 هنا شبه ال 10 باور 12 هناك، يبقى احنا كده لحد الان ماشيين صح، لان هنا ال 10 باور 12 وهنا ال 10 باور 12. طيب ايه رايكم ما ناخد ال 10 باور 12 دي، مش هي متكرره في الطرفين؟ يبقى ال 10 باور 12 دي ناخدها as a common factor. طيب يبقى ال 10 باور 12 as a common factor، ونفتح براكت كده. لما ناخد ال 10 باور 12 من الترم الأول يتبقى لي ال 72، وناخد ال 10 باور 12 من الترم التاني يتبقى لي ال 3.4، وبينهم الساين ألا وهي الماينس زي ما هي. تمام يا شباب؟ طيب يبقى أنا أخدتها as a common إيه؟ أخدت ال 10 باور 12 as a common factor. تعالوا بقى نحسب ال 72 minus 3.4 على الآلة الحاسبة. هتلاقوها بتطلع معانا ب 68.6 صح كده؟ احسبوا معايا برضه. 72 minus 3.4 هتطلع ب 68.6. تمام؟ وال 10 باور 12 سيبوها ما نجيش يمها دلوقتي. كده خلصنا؟ لا لسه ما خلصناش. ليه؟ لأن النمبر ده هو ما هوش في الستاندرد فورم، لسه عايزين نحرك الديسمال بوينت لمكانها الصحيح. الديسمال بوينت محتاجة تتحرك للليفت 1 ديجيت عشان تبقى في مكانها الصحيح. طيب نتذكر مع بعض بسرعة يلا. الديسمال بوينت لو بتتحرك ناحية الرايت الباور بيكون بالنيجاتيف، لو بتتحرك ناحية الليفت الباور بيكون بالبوزيتيف. احنا اتحركنا للليفت يبقى الباور بيكون بالبوزيتيف. طب اتحركنا كام خطوة؟ اتحركنا خطوة واحدة بس، يبقى ال 12 دي هنزود عليها 1 واحد بس. اما لو كنا بنتحرك للرايت كان هتبقى نيجاتيف 1، بس عشان هنا اتحركنا للليفت هتبقى بوزيتيف 1. T equals ها
بقت 6.86 times 10 باور 12 بلس 1 اللي هي 13، وتبقى دي هي الستاندرد فورم. وبكده يا شباب نكون خلصنا cumulative test 3، وبالتوفيق إن شاء الله.